السلام عليكم، مساء الخير كل مستمعين قناة من الآخر، القناة الرياضية الأولى، القناة التي فيها كل مصداقية. أهلا بيكم فيديو جديد، والنهاردة هنتكلم على نادي الزمالك والهزيمة القاسية الغير متوقعة من كل محبين وكل جمهور نادي الزمالك. بالأمس مباراة خارج التوقعات، لكن جمهور الزمالك كان حاطط ايده على قلبه وحاسس ان نادي الزمالك يعني مش هيزعل جمهور النادي الاهلي ولا يقف جنبيهم وداعم للنادي الاهلي ويقول له ما تقلقش، انا مش هفوز، انا في ظهرك، داعم للنادي الاهلي. ضيع كل الفرص في ايده. مباراة قاسية وهزيمة يعني قاسية جدا على جمهور نادي الزمالك اولا، وإدارة نادي الزمالك وكل محبين نادي الزمالك. نادي الزمالك بالأمس لم يؤدي، ما فيش حد لعيب يعني أدى ما عليه، كل اللعيبة خارج الخدمة. مدرب لا يليق بإدارة نادي الزمالك، مدرب ضعيف في كل إمكانياته، بدون حكمة، مشاكل مع اللعيبة، إدارة المباراة، تغييرات، كل حاجة ضعيف. إدارة عايزين نبعت رسالة، وأكيد الكابتن حسين لبيب شايف المشهد قدامه من الملعب، حضوره بالأمس هو وكل مجلس إدارة النادي. ولكن عندنا عتاب على الكابتن حسين لبيب وإدارة نادي الزمالك. إحنا جايين نحتفل ونحفل على فريق، وإحنا لازم نبص في ورقتنا، لازم نشوف فريقنا الأول ونهتم بفرقتنا الأول، لأنه هو ده اللي هيقعد كل مجلس الإدارة اللي كان موجود في الاستاد. فدي رسالة يا ريت الناس تستوعبها، وإدارة نادي الزمالك تفوق من اللي احنا فيه، ونبص شوية للكورة، لأن هي ديت يعني الأمل مجلس الإدارة إن هو يكمل مسيرته في مجلس الإدارة. مدرب لازم يرحل، عايزين مدرب يليق بطموح نادي الزمالك، مدرب يكون عنده الحكمة في إدارة والتعامل مع اللاعبين.